السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا ادهلنا. الحمد لله والشكر لله، والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش عايزة افكركم ان شاء الله باذن الله هيبقى ده من ضمن البرنامج بتاع القناة. ان شاء الله قناة باذن الله هيبقى يوم كده باذن الله، او هيبقى يوم كده ريفي ترفيه في الغيط والزرع ونزرع ايه. هتبقى ان شاء الله باذن الله، يعني دي يوم من الايام من ضمن يومات القناة باذن الله. حابة ان انتوا تشجعوني ويعني كلامكم جميل يا رب تكونوا مبسوطين ومرتاحين وانتوا بتشوفوا الفيديو ضمن ومنظر الطبيعة. يعني اهو بحب اوريكم، يعني تشوفوا منظر الطبيعة ربنا اللي خلقها. ده طبعا خلق الله دايما بيبقى فيه راحة كده. البحر، الشجر، هو زرع انسان بس كلته مخلوقات ربنا، احنا مخلوقات ربنا برضه. في ناس كده برضه تحب يعني ايه لو شفتهم يجيلك راحة نفسية زي الدكتور، زي برضه لو انت مش مرتاح له نفسيا عمره لو هو عمل لك اي مش هتطير. فاهم حاجة الراحة النفسية في المكان في الاشخاص. ربنا يريح قلوبكم ويهدي من نفسكم ويزيل كل هم المهمومين يا رب. اللهم زيل هم المهمومين وفرج كرب المكروبين واجعلنا من الحامدين الصابرين الشاكرين. اللهم امين. يعني طبعا هنحتفظ نحتفظ بالصور بهيئة كده معاك اهو عمدة البلد. السنابل اهيت الموجودة ديت اهي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ديت الجمح، والسنابل ديت هو بيتعمل بها فريك. الفريك اللي هو اللهم بارك اللي بيتعمل من القمح الاخضر ده. في ناس بتضمه وتنشفه وتحطه على السطح اهو. ده نبات الخبيز، دي نبات الخبيز اهو. على فكرة انا عاملة حركة لطبخها لو حد عايز يرجع في القناة ويشوف طريقة طبخها. عاملة يعني كذا طريقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبات الخبيزة. حبيت كده اخدكم معايا جولة كده في الغيط وتشوفوا الزرع اهو. اللهم بارك اللهم بارك. ديت نبات الخبيز. جرب لكم اهو بيبقى شكله ازاي. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. دي نبات الخبيزة زي ما انتم شايفين كده. ودي اتفقنا دي القمح وسنابل القمح اهو يتحصد على خير وايام خير ان شاء الله عليه وعلى اصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معلش الصوره طبعا متحسنه لان انا ماشيه في قلب الغيط اهو، وحبيت اوريكم زرعنا واوريكم حاجتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وانا قلت لكم ان هتبقى ده من برامج القناه بتاعتي ان شاء الله باذن الله. ده بصل لسه اهوت لسه جاي من زرع. ده البصل، زرعة البصل. على فكرة القمح ده انواع، يعني كل قمح وله نوعه. انواع في القمح. في القمح البلدي اللي هي الغلة، احنا عندنا هنا بنقول عليها الغلة بس هي القمح. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
بيختلف من دقيقها ويختلف في زرعها يعني. اللهم صل على النبي. دي بقى اهي يعني اللي على الجرف ده توم، ده توم. اللي على دي خاص لسه زرعه صغيره بكرنبيه. دي نبات الكرنبيه مش كرنب، نبات الكرنبيه على كرنب برضو، في بعدوش كرنبه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهو زهره هناك اهي، بسم الله. ديت الكرنبات بتبقى جوه، لو انتوا تدججوا جوه لازم بتغلط. شبت بقدونس كزبره ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. اي حد يشوف زرع او حاجه يقول بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك يا رب يبارك ليكم ولينا وللناس كلها. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. اللهم ايه فيها جميع انواع العفش اللي ربنا خلقه في الدنيا. بس ما ينفعش يتعمل. لا لو اتعزى هيطلع تاني يوم. لو اتعزى هيطلع تاني يوم، لازم يترش مره ماشي. لا انا بتكلم على هنا، ما ينفعش. ما ينفعش. لا هنا ما ينفعش يترش مع الزرع المزروع دلوقتي. لان الرش هيموت الزرع. الرش هيموت الزرع، فاحنا بنزرع الزرع عشان نحافظ عليه. العفش ابن الارض. انما الزرع بتاع البني ادم بتاع الانسان هو اللي زرعه. كلام سليم. الارض تحافظ على ابنها اللي هو العفش. ما تحافظش على الزرع قد العفش. فاحنا اللي بنحافظ على الزرع. كلام سليم. على طول كده هو ما بيظهر في البتاع. يا ضلمة ليه؟ بنات ضلمة. النور ان شاء الله. يا بركة رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا جماعة. اللهم بلغنا رمضان. ديت الفتحة ديت اهي، احنا كنا في الغيط، وديت مرسى المية اللي هي بتروي الأراضي دي كلها. الراجل كان هات
بسم الله ما شاء الله. دلوقتي النخل دلوقتي ميعاد ان هو ايه يتلقح. في حاجة اسمها يعني ايه يطلع كده مطرح عايز التلقيح. دي اوانه ودي ايام. دلوقتي بتبقى يعني اللهم صل على النبي. دي القمح برضه. مين اللي مشغل المكنة؟ هو جلد. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي النخل دلوقتي ميعاد ان هو ايه يتلقح. في حاجة اسمها يعني ايه يطلع كده مطرح عايز التلقيح. دي اوانه ودي ايام. دلوقتي بتبقى يعني اللهم صل على النبي. دي القمح برضه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظ الله.